جلسة التكامل الحسي بتساعدنا على معالجة المعلومات الحسية الواردة من البيئة إلى أجسادنا، وبتجعلنا نستخدم أجسادنا بفاعلية صحيحة مع البيئة. وبنبدأ جلستنا بالمعالجة العامة، وبنبدأ بالرولة ويليها الدقدقة، وبنبدأ من الشق الأيمن إلى الشق الأيسر. وبعده بنشتغل على الحس العضلي. بنبدأ نحط زيت اللافندر لو الطفل ADHD مع الضغط البسيط على الوش وبعده الجسم. بنشتغل على الحس البصري عن طريق عمود الماء، الألياف الضوئية، نفق العمق، بيساعدوا على زيادة الانتباه والتركيز والتتابع، وبيقلل النظرة الجانبية. الحس العميق، وهو الوقوف على اسطوانة الدبابيس مع الاتزان. وهنا الحس الدهليزي، وهو نوم الطفل على كرة الجيم مع حركات تكرارية في اتجاهات مختلفة بسرعة معينة، بيساعد على تحسين الحس الدهليزي عند الطفل. وهنا الحس التلامسي، جعل الطفل يقفز على ملامس مختلفة لتحسين الحس التلامسي لديه.